السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي، أنا رفايدة ممدوح وده قناة أكلك على قدك. احنا النهاردة في موسم الزيتون، يلا الحقي خلي ليل رمضان حاجة كده تحفة يقعد معاكي من السنة للسنة بدون أي مرارة، من غير لا نقع ولا سلق، يعني من غير ما تنقعيه ولا تسلقيه ولا أي حاجة. هتجيبيه من الراجل هتحطيه في البرطمان على طول. حاجة كده بصي، حاجة في منتهى الجمال. زبدة يا ولدي زبدة. وهقول لكم طريقة السنة اللي فاتت وطريقة السنة دي واحنا بنشتغل، بس طريقة السنة اللي فاتت حلوة وطريقة السنة اللي فاتت أحلى، السنة دي أحلى. طريقة السنة اللي فاتت حلوة وطريقة السنة دي أحلى، وهقول لكم تعملوا فيه إيه. احنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا بقى نقينا الزيتون الصغير كده فدغناه، تمام. فدغناه دي اللي هو دقناه في ايدي الهون كده في الطبق ده او في المدقة او كده دقتين كده، عشان عايز اكل منه اسبوع واكل منه اسبوع واحد واكل منه او 10 ايام بالظبط واكل منه. ففدخته زي ما انت شايفه كده، نقيت الصغيره اللي فيه اللي هي ايه، واللي هي الحمراء واللي هي السمراء وكده، خليته كله مع بعضه. الحبه دول قيمه نص كيلو كده، طلعتهم من ايه، من وسط الزيتون الكبير ده. زيتون عجيزي، ده زيتون عجيزي، تمام. والتفاح بنفس الطريقه كده. بقول لكم ان انا غسله البرطمان وغسله كويس جدا وحطاه على السلم في الشمس اهون، شايفين؟ حطاه على السلم في الشمس، يعني اللي هو ايه، مرحله التعقيم. غسلاه كويس جدا وحطاه على السلم في الشمس. جبنا بقى الزيتون. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه انا بنزلها جديده. بحبكم في الله قوي، احلى اخوات واغلى واحلى اخوات في الدنيا. طبعا ده الزيتون اللي احنا فدغناه، دول الحبه اللي انا بقول لكم نص كيلو اللي احنا دقينا عليهم، بس ايه، دقه كده بالهون، وما تدقيش قوي، ما تفدغيهاش زي ما انا عملتها كده فتحتها خالص، لا، دقه واحده بس كده بحيث ان هي ايه، تفصل من بعضها وخلاص. حطينا بقى عليه حوالي 3 معالق ملح، ده نص كيلو يعني، حطينا عليه 3 معالق ملح وقعدنا ندوب في بعضه كده زي ما انت شايفه. فتحت منك واحده مش مشكله اهو. بنغطيه ممكن بقى بستريتش راب عشان ما يدخلوش اي هوا، يا اما ايه تحكمي الكيس قوي، يعني الكيس اللي انا حطاه ده حكمته جدا يعني، قفلته من تحت. بقول لكم يوم واحد بس، وبعد كده اسبوع 10 ايام تاكلي منه، تفتحي عليه يبقى بصي زبده معاكي، زبده يا ولدي. اعملوا لايك ويا ريت تقولوا لاصحابكم على القناه وتشتركوا وتشيروا الفيديو عشان اكتر كميه من البنات تستفاد. حطينا بقى طبعا اللي لقيت دون 3 كيلو من الزيتون، 3 كيلو من الزيتون عليهم كيلو ليمون، تمام. 3 كيلو من الزيتون عليهم كيلو الا ربع ليمون. لو 4 كيلو يبقى عليهم ايه، كيلو ليمون، تمام. يعني اللي هو كل كيلو زيتون بياخد ربع كيلو ليمون، تمام. وبياخد برضو نص كيلو، بياخد ربع كيلو فلفل حامي على بارد، يعني ايه، فلفل احمر حامي على بارد عشان يبقى لونه جميل كده وايه، يبقى حلو، تمام. فانا حطيت بقى طبعا كيس الملح، حطيته على نصه كده وقلبت كويس جدا اهو. وبحط الباقي عشان بس اعرف اتحكم في يعني في البانيو اللي انا بشتغل فيه دون، وعشان يبقى كل الزيتونايه متغلفه كلها بالملح، عشان الملح بصي يوصلها كلها. طريقه السنه اللي فاتت بقى يا ستي، ما انتي حطيت ايه، طريقه السنه اللي فاتت برضو كانت حلوه وبصراحه يعني ايه، احلى من دي كمان. حطينا بس ما شفناش اللي خارج منه، يعني احنا حطيناه كده بس ما حطيناهوش بقى في بانيو، حطيناه في مصفى وحطينا عليه تقل، حطينا عليه حله تقيله كده وفي قلبها حاجات تقيله عشان الميه اللي فيه تصفى وتنزل خالص، تمام. المره دي احنا حطيناه في البانيو على طول، ما حطيناش ايه، حطينا عليه تقل برضو بس حطيناه ايه في البانيو على طول، بس الميه اللي نزلت منه نزلت ايه، فضلت في قلبه من تحت، تمام. هو ما عملش فيه اي حاجه ولا اي حاجه، بس ايه، التانية احلى، يعني انك تحطيه في مصفى وتحطيه. انا بقول لكم كل التجارب اللي انا عملتها في الزيتون، انك تحطيه في مصفى وان الميه اصلا تنزل على الارض، مش شرط تشوفيها، هو بينزل منه ميه كتير، مش شرط تشوفيها، بس المهم ان هي تنزل منه وخلاص، عشان ايه، دي المراره اللي فيه، لانها بتبقى ميه سمرة كده نازله ايه منه. انما لما تحطيه كده الميه ايه، بتنزل في قلبه. بس كمان يعني ايه، طبعا احنا في الحراره فبيغمق شويه سنه منك، انما التانية ما بتغمقش خالص، بتدبل انما ما بتغمقش. وبتدبل دي هقولك بتعملي فيها ايه بعد كده، تمام. عملنا هنا بقى، ضربنا الفلفل، شايفين، غليت ميه سخنه جدا وهو في قلب البانيو، هو ما حطيتوش هو على النار، لا، غليت ميه سخنه وحطيتها عليه، لان هو شايفه لونه يعني ايه، في بعد واحده لونها غمق، في بعد واحده لونها غير،
فاللي لونها غير دي يعني هي مش ضربت، لا هي جامده هي كلها، بس اللون بتاعها غير. ده غير من ايه؟ من حبكه الكيس، ان هو ممكن يكون دخله هواء او كده، وكمان إيه من ايه، من طول المده. يعني هو يوم يعني تاني يوم، يعني مثلا قاعدين النهارده بالليل، تاني يوم تالت يوم، يعني تاني يوم تاني يوم لا اللي بعده يومين، يعني الصبح تكوني عاملاه، مش هيغمق منك ولا اي حاجه. والمرحله دي مش مشكله قوي، لان هو ايه اصلا، ما شايفين ما شاء الله الزيتون بقى معانا، الزيتون الفلفل الاخضر بتاع الفلفل الاخضر دون، دي قبل مرحله البتاع، مش عارفه تعدي التاني ليه اهو. معانا بقى الفلفل الاخضر على فلفل رومي حلو، يعني فلفل رومي حلو احمر، وفلفل حامي احمر واخضر، احمر واخضر تمام. دول عامله زي اشاره المرور، احمر واخضر واصفر اهون. فحطينا بقى طبعا عندك كبه تمام، اعمليها هريسه فلفل. ما عندكيش كبه خلاص، في الخلاط زي ما انا شغاله كده. بصراحه الكبه بتاعتي بايظه، ما تعرفش حد يصلحها لي فيها مشكله كده عويصه، مش عارفه هي ايه يعني. بصراحه هي كبه جديده نوفي، وبعدين جت تفرم، تحطي فيها بصلايه ما تلفش، هي تلف الوحده زي التاكسي، مش عارفه ليه يعني. المهم وديتها للراجل طلعت سليمه. المهم ضربنا في الخلاط بملح طبعا، كل المراحل دي كل مرحله بالملح، كل مرحله بالملح. حلو الكلام. الزيتون بقى ما غسلناهوش تاني، احنا بس حطيناه في الميه وصفيناه تمام، وما استناناش عليه ايه يبرد ولا حاجه. يعني هو سيكه كده برد حاجه بسيطه، وقمت رايحه ايه شغاله فيه، حطيت هريسه الشطه اللي انا حطيتها. قلنا كل كيلو ليمون، كل كيلو زيتون. المرحله دي انا نسيت الليمون وعبيت البرطمان، هقول لكم دلوقتي ايه اللي هيحصل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك. المرحله دي ان حطينا كده، حطينا بقى هريسه الشطه ودعكناها كلها في الزيتون، والميه اللي نازله منه وكل الكلام ده كله اهون. وطبعا كل لتر ميه عليه كوبايه ملح في كل المخللات، كل المخللات، كل لتر ميه عليه كوبايه ملح، كل لتر ميه عليه كوبايه ملح اهو. انا ملحي ملح بحري، ملح خشن، ملح صخري يعني، او زي ما بيقولوا ملح بحري. فانا بضربه في الخلاط بالميه عشان ايه يدوب اسرع يعني تمام. وبنحطه كله بقى طبعا كده على الزيتون، وبنملى البرطمان ملوه حلوه كده. دول ال3 كيلو زيتون، طبعا احنا شلنا النص منهم، هما كانوا 3 كيلو ونص، شلنا النص منهم. طبعا في المرحله دي انا كنت اساسا نسيت موضوع الليمون خالص، قمت جايباه جنبي. قلنا ايه، بياخد كل كيلو زيتون بياخد ربع كيلو من الليمون، وبياخد بياخد ربع كيلو فلفل تمام. خديها قاعده كده، كيلو زيتون بياخد ربع كيلو فلفل، وبياخد ربع كيلو ليمون. الفلفل بيبقى نصه حامي ونصه ايه بارد، يعني نصه حلو ونصه بارد تمام. طبعا المرحله دي بقى معاكي ربنا كده في عصر الليمون. انا دي مسكت الاطباق، مش مسكت يعني، دي مسكت الحاجات السخنه اللي على النار. فطبعا انا ما اقدرش اعصر الليمون بصراحه بدراعتي، يعني الحمد لله دراعتي تعبانه يعني، الحمد لله. فهو عصرنا بقى ايه دي اسرع كده. او لو عندك عصاره ليمون، بس ما تضربيش الليمون في الخلاط، نصيحه اوعي تضربي الليمون في الخلاط. لو ضربت الليمون في الخلاط هيطلع المراره اللي فيه، وهيمرر لك الزيتون. احنا طبعا اهو ما منقعناش الزيتون، ما سلقناش الزيتون ولا اي حاجه. حطيت بقى، فضيت نص البرطمان تاني عادي يعني، كلنا بننزل كان في واحده حبيبتي كده بتقول لي ايه احلى حاجه فيها، ان هي لما تغلط غلطه في الفيديو تقول ايه يا جماعه انا غلطت كذا وعملت كذا والتصليح بتاعه كذا. قلت لها يا ماما كلنا اصلا يعني، معظم الشيفات الكبيره حتى يعني بتقف في المطبخ بتغلط وبتنسى وعادي يعني، ما احنا كلنا بشر يعني، مفيش كامل الا محمد يعني، الكمال لله وحده والله ايه يعني. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب الفيديو ده يسمع واتشهر والقناه تترفع بيه يا رب العالمين. ساعدوني ان انا اعمل كده يعني، ساعدوني الفيديو يترفع ويشيروا الفيديو، يعني ان هو يترفع وايه ويحقق كل شروط القناه. بصراحه نفسي ان هي تتحقق بصراحه، يعني طلب من اخت يعني، نفسي ان هي تتحقق. وبشكركم جدا كل الناس اللي مشتركه معايا، كل الناس اللي بتدعمني، والله يعني ايه جميل يعني، كلكم على راسي من فوق. واي حاجه محتاجينها في الزيتون اسالي ما تعمليش. احنا في موسم الزيتون نخزنيه لرمضان، كلها كم شهر تقريبا، احنا 10 و11 و12 و1 و2، قدامنا 5 شهور على رمضان بامر الله. الزيتون ده هتطلعيه في رمضان في منتهى الجمال تمام.
طبعا دي بقى المرحله بتاعت هرسه الشطه، وحطيناها كده في البرطمان شفتها قبل كده، مش عارفه الحتت دي بتتعاد ليه. المهم يعني فحطيناه هو كله في البرطمان، وحطينا على وشه حبه زيت تمام، وبنايم البرطمان الناحيه دي والناحيه دي عشان طبعا الليمون يمشي كده وكده، والخلطه اللي انا حطيتها الاخر اهو. ومعانا بقى ايه، كنت جايبه لفت كده، اللفت برضو لقيته في السوق النهارده، فقلت بقى ايه اما اعمل بقى، بما ان ايدي في الشطه وفي الملح وفي البتاع ما شاء الله يعني على ايديا، طلعت اخر النهار ايه حمرا ورد. المهم يعني فقمت جايبه اللفت غسلاه كويس جدا جدا من الرمل ومن التراب وكده، لان طبعا بيبقى فيه طين، وقطعناه بقى باللي هي المبشره اللي هي المشنشره دي، انا عيالي بيحبوا بتاع المشنشر ده. فطبعا ايه، وكل لتر ميه قلنا ايه عليه كوبايه ملح، كل لتر ميه عليه كوبايه ملح. انا بضرب الملح في الخلاط عشان قلت لكم ملح صخري تمام. وكان عندي شويه بصل كده صغيرين، ومعانا ما شاء الله الفلفل الحامي، فهيخلوا الموضوع عالي عالي يعني. فهو بقول لكم بنحط ده كله كده في بعضه بحاله، عشان بقى ايه نعمل احلى شويه مخلل لفت. مخلل لفت اهو يا حبايبي، قلنا مخلل اللفت، حطينا عليه كل كوبايه كل لتر ميه عليه كوبايه ملح تمام. وطبعا قرون الشطه حطيتها تحت كده، وحطيت عليها بقى اللفت بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا حوضنا نضيف جدا، غسلاه جدا، وغسله الرخامه، وكل شويه بمسح الرخامه واغسلها يعني ايه. احنا بشتغل كده على الحاجه بتاعتي، ما بقلقش منها، مش شرط احط بقى في صينيه واقعد اعمل. انتوا معايا في المطبخ انتوا معايا بس على الهواء انتوا معايا في المطبخ. فاهو فبنحط بقى ايه كل اللفت والحاجه. بحبكم في الله، اعملوا لايك، ارفعوا لي الفيديو، الله يسعدكم ويسعد ايامكم، اللهم امين. ويفك كربنا وكرب كل المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. اهو بنحط بقى كميه كل اللفتات بتاعتنا. بقول لكم ان الزيتون اللي انا دقيته حطيت برضو عليه نفس هرسه الشطه، نفس الطريقه اللي انتوا شفتوها، نفس هرسه الشطه، وحطيناه في برطمان ازاز، حطاه في برطمان ازاز كده لوحده، عشان ايه ده يعني ايه اسبوع بالظبط او 10 ايام بالظبط، وايه هفتح عليه وهوريه لكم برضو لما افتح عليه ان شاء الله بامر الله يا رب ما انساش، لان من حلاوته بصراحه بتاكل اكل والواحد بيبقى نفسه فيه بصراحه. فاهو انا قلت لكم ان انا ملح بحري، فعشان كده بحطه صخري اللي هو كبير ده، فعشان كده بحطه في الخلاط عشان ايه يعني يدوب اسرع، وبحطه على طول. عايزه تحطي بتاع نص كوبايه عصير ليمون مع اللفت عادي، مش عايزه تحطيها براحتك، بس هو نص عصير ليمون ومعلقه سكر. نسيت اقول لكم في معلقه سكر مع كل المخللات، في معلقه سكر مع كل المخللات، مع الزيتون ومع الليمون ومع اللفت، في معلقه سكر مع كل المخللات. بتعمل ايه بقى معلقه السكر دي؟ مش بتسكر ولا حاجه، معلقه السكر دي بتحافظ على الحاجه ان هي تقرش، تفضل تقرش، يعني ما تدوبش وتنعم، تفضل تقرش لاخر وقت. اهو شايفين احلى برطمان مخلل لفت. البرطمان بتاعي ده كنت حطيت فيه ميه سخنه كده فعمل حبايبي، كنت حطيت فيه ميه سخنه. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعملوا لايك واشتركوا في القناه.